أهلا وسهلا فيكم جميعا بفيديو جديد. اليوم وصفتنا كتير طيبة وسهلة ومميزة يلي هي أفخاذ الدجاج أو الدبابيس الدجاج بتتبيلة رائعة ومميزة من دون فرن. خلينا نشوف طريقة التحضير. رح أحتاج لكيلو من دبابيس الدجاج المغسولة. عندي كوب من اللبن الزبادي، تقريبا ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب خل، ملعقتين كبار من معجون الطماطم، بهارات اللي هن ملح، فلفل، بابريكا، و7 بهارات، وعندي عصير ليمونة، وعندي حصين مدقوقين من الثوم. طبعا المقادير كاملة رح أترك لكم إياها أسفل الفيديو بصندوق الوصف. بوعاء ضفت الزيت والخل واللبن والثوم، معجون الطماطم وجميع البهارات، وضفت الليمون وحركت، وبعدها رح أحط أفخاذ الدجاج بالصلصة وأتركهم تقريبا مدة ساعتين. ممكن أنت لحتى تختصري عليك الوقت تحضريها قبل بيوم وتتركيهم منقوعين قبل بليلة. بعد مرور ساعتين رح أجيب بصلتين كبار وأقطعهم ومدهم بالوعاء اللي بدي حطه على النار، وصف الأفخاذ مثل ما واضح معكم بالفيديو. استخدمت مارجرين، طبعا ممكن تستخدمي زبدة طيبة، سمنة طيبة، انت حرة. بعدها رح أغطي الوعاء ورح أسكر الفتحة لأنه ما بدي البخار يطلع، لحتى أحبس قد ما فيني الضغط لحتى تستوي معي أفخاذ الدجاج بسرعة. ورح أحطهم على نار هادية أول ما يبتدي يغلي، وانتظر لحتى يستوي. طبعا النار لازم تكون هادية لحتى ما يحترق عندك الدجاج. طبق كتير سهل وسريع ومميز. طبعا ممكن تتبليهن انت قبل بيوم وتاني يوم تطبخيهن بكل سهولة، ما بياخدوا معك اي وقت ولا اي جهد. يقدم مع الارز الابيض، ممكن تحطي قدامه سلطة، ممكن انت حرة شو ما بدك تقدمي قدامه قدمي. طبق كتير لذيذ، بتمنى الكل يجربه. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تضغطوا على لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.